جالي سؤال مهم وهجاوب عليه النهارده. هل نظام الأكل ممكن يأثر في حالة ال ADHD؟ الإجابة إنه دراسات أثبتت إن مرضى ال ADHD بيكون غالبا عندهم نقص في بعض الفيتامينات والأحماض الأمينية، واللي ممكن نغطيها بالنظام الغذائي زي الحديد والزنك والأوميجا 3 والمغنيسيوم والكالسيوم. فلو يهمك تعرف إيه الأكلات اللي هتساعد في تحسين حالة ال ADHD وإيه الأكلات الممنوعة، كمل معايا لنهاية الفيديو. أنا دكتورة ساندي العسال وهنا ABC تغذية. مرض ال ADHD اللي هو اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه بيكون سببها نقص في الأحماض الأمينية الأساسية اللي بتستخدم في تصنيع الناقلات العصبية في المخ، زي الدوبامين والإبنفرين والنور إبنفرين والسيروتونين. والأحماض الأمينية الأساسية موجودة من مصادر البروتين زي اللحوم والأسماك والدجاج والبيض ومنتجات الألبان والمكسرات والبذور. ونفس مصادر البروتين دي هتغطي احتياجات المريض من الحديد والزنك وفيتامين بي اللي ليهم الدور الأكبر لتحسين الانتباه والتركيز. وأكتر حاجة نركز عليها في النظام الغذائي هي الأسماك الدهنية وعين الجمل عشان نغطي احتياجات المرضى من الأوميجا 3. وكمان نهتم بالدهون الصحية زي زيت الزيتون، وما ننساش إن مريض ال ADHD محتاج يحافظ على ثبات مستويات سكر الدم، فهيكون محتاج مصادر الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه كمصدر للألياف، وخصوصا الخضروات الورقية لأنها مصدر للمغنيسيوم، فهتساعده كمان إنه يحصل على احتياجاته من الفيتامينات والمعادن. وبعد كده الطبيب بيحدد إذا المريض لسه محتاج ياخد كل الفيتامينات والمعادن دي كمكملات غذائية أو لا. ومع النظام الغذائي لمريض ال ADHD فهو محتاج إنه يمارس تمرينات رياضية يوميا وينام عدد ساعات كافية ويشرب كمية مية كافية ويعتدل في شرب المنبهات زي الشاي والقهوة. أما الحاجات اللي المفروض يتجنبها فهي المواد الحافظة زي المونوصوديوم جلوتاميت اللي هو ال MSG والنيتريت والصوديوم بنزويت والأسبرتام، والألوان الصناعية زي اللون الأحمر والأصفر واللحوم المصنعة وأي أكلات فيها سكر مضاف زي طبعا الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المركزة. هنحاول على قد ما نقدر إن يكون أكلهم معمول في البيت بعيد عن أي معلبات أو أكلات جاهزة. أتمنى أكون قدمت أي استفادة ليكم ومنتظرة أسئلتكم. مع ABC تغذية، تعلم تغذية تكسب صحة.